بسم الآب والابن والروح القدس الإله واحد امين. انا معلش النهارده كده هقعد معاكم، يعني انا اصلا ما بعرفش اتكلم، يعني ما بعرفش اقول حاجه، صدقوني بجد. فيعني استحملوني بقى كده. بس اليوم النهارده عارفين اسمه ايه؟ انا هقول لكم بقى، عشان ده ايه، ده حصل كده مع استاذ اسحاق. يعني الموضوع بما فيه يعني انا ما بعرفش اتكلم، فقعد يقول لي ادينا اسم لليوم، فقلت له مش عارف. فراح قال لي يعني ايه مش عارف؟ قلت له ما اعرفش، مش عارف اتكلم عن ايه اصلا. فراح قال لي طب ادينا بس، حاول تدينا اي اسم. طب انت هتتكلم عن ايه؟ قلت له صدقني مش عارف بامانه. فايه قال لي مره وانا اقول له صدقني، يعني الشات هتلاقيه يبعت لي اقول له صدقني مش عارف، يكلمني تاني عملت ايه؟ فكرت لا، طب حاول، صدقني مش عارف. قعدت قلت له صدقني مش عارف على 6-7 مرات، لقيته راح عامل البوستر وكتبه صدقني مش عارف. فببص لقيته بعت لي قال لي اهو صدقني مش عارف. بس بيني وبينكم لما جيت قعدت افكر فيه، طب ما في كتير قوي بقعد اتكلم مع ربنا واقول له صدقني مش عارف. كتير قوي بقعد اقول له صدقني انا مش عارف اي حاجه، مش عارف اقول لك ايه ولا اقول لك ايه ولا اقول لك ايه. صدقني مش عارف الحياه هتوديني لفين، مش عارف المستقبل، صدقني مش عارف اي حاجه. عارفين لما بتقعدوا مع نفسكم كده وتقعدوا تفكروا هو ايه اللي بيحصل معانا؟ هو احنا عايشين ليه؟ او هو احنا صح ولا غلط؟ او هو انا لما هكبر هكون عايش عيشه كريمه، هكون زي الناس اللي بشوفها معهم عربيات، معها عربيه، عندها مش عارف اتيليه، في حاجات كتيره الواحد بيقعد يفكر فيها. هو انا هشتغل شغلانه حلوه؟ هو انا هتجوز جوازه حلوه؟ ما احنا شايفين التعب. فلو قعدنا نقول ربنا صدقني مش عارف، هتلاقي صدقني مش عارف دي كتيره قوي في حياتنا. ولو قعدنا نقعد نفكر لسنه قدام هنقول له صدقني مش عارفين، وهيجي لنا احباط ويجي لنا يأس وهنتعب. ساعات بقول له مش عارف الحياه دي مودياني لفين، هل هكمل حياه ولا هموت؟ طب ولو كملت الحياه هل هعيش كويس ولا هتعب؟ بس لقيت ان في كل صدقني مش عارف الكتاب المقدس كلمة الله الحي بتقول لي انا عارف. لقيت كل حاجة الواحد بيفكر فيها بنلاقيها في كتاب مقدس. عارفين مشكلتنا في ايه واللي هنتحاسب عليها ايه؟ وانا اولكم انه كتير بقعد مع نفسي واقعد اقول ليه ومش ليه، وهيحصل ايه ومش هيحصل ايه، والاجابة موجودة. وهنيجي لربنا ونقول له انت كنت فين؟ يقول لك كنت موجود، انت اللي ما جيتليش. اقول له صدقني مش عارف، يقول لي لا تعالى اعرفك. في مزمور 56 يقول كده عندما اخاف عليك اتكل. عندما اخاف، احنا بنخاف، صدقني مش عارف ايه، انا خايف عليك اتكل. في اشعياء 41 يقول لك كده لا تخف لاني معك، لا تلتفت لاني الهك قد ايدتك وعنتك وعضدتك بيمين بري. فساعات اقول له يا رب صدقني مش عارف حتى المستقبل، بس واثق فيك جدا، واثق في كلامك، واثق في كتابك، واثق في الآية اللي قلتها في الكتاب المقدس في إرميا 29 يقول كده لأني عرفت الأفكار التي أنا مفتكر بها عندكم يقول الرب أفكار سلام لا شر لأعطيكم آخرة ورجاء. ربنا حبايبي عايز لنا كل حاجة حلوة. اوعى تقعد تفكر وتقول طب أنا هيحصل إيه؟ اللي يحصل يحصل، اللي يحصل يحصل. خلي بالكم احنا كشباب كلنا عندنا نعم لا توصف. لو قعدنا نعد في كل اللي عندنا مش هنخلص لغاية لما نموت.
في ناس في القبور، في ناس ماتت ونفسها في ثانية تقدم توبة، وأنا عايش. نعمة الحياة اللي احنا فيها كبيرة قوي. في ناس ما تعرفش عن ايه المسيح، وأنا على اسمه القدوس اسمي مسيحي ومكتوب في البطاقة مسيحي. اوعوا تفتكروا ان احنا زعلانين ان بيتكتب في البطاقة بتاعتنا خانة الديانة، بالعكس افتخار. في ناس ما عندهمش الامكانيات بتاعتكم حتى لو امكانياتكم ضعيفة. في ناس قاعدة في بيوتها نفسها تنزل الشارع بس عجزة. في ناس وانتوا ماشيين الصبح رايحين كلياتكم او رايحين اشغالكم، وانتوا ماشيين في الشارع بيبصوا عليكم من فوق يقول نفسنا نبقى زيهم. في ناس وانت معدي من قدام مستشفى وجواها ناس وانت الماشي زعلان عشان مش عارف ايه اللي حصل معاك وموقف، وانت مش عارف الناس دي بتتألم ازاي، او انت مش عارفة ايه اللي بيحصل جوه. ده مواضيع. واحنا في نعمة، عندنا شعر وعندنا عينين وعندنا رجلين بنمشي عليها، بنعرف نتكلم، بنعرف نتنفس. صدقوني لو قعدتوا تفكروا، هو في حد هنا ما عندوش شعر من الولاد؟ عشان في حد بيضحك. الحمد لله. لو قعدتوا تفكروا في النعم اللي عندكم مش هتلاقوا لها آخرة، مش هتلاقوا لها آخرة. ربنا عامل لنا خطة في حياتنا كلها مليانة سلام وأمل، ولكن احنا اللي مش بنبص على الحتة الإيجابية اللي ربنا بيديها لنا. دايما شايفينه انه سوري يعني في اللفظ ظالمنا. في ناس أغنياء وناس فقيرة، بس مش هي دي. انا عندي مشكلة واحدة. انا كشخص عندي مشكلة واحدة هي اللي مأزماني في حياتي كلها، ألا وهي ولا عايز عربية ولا عايز أي حاجة. هل أنا هخش السماء ولا لأ؟ لو قعدنا نفكر هو إحنا هنقعد قد إيه هنا؟ كام يعني؟ آخرنا كام؟ 80-90 سنة؟ كتير ها؟ هيخلصوا هوا. ولو قعدنا نفكر، ده انا بتكلم بتفكير ولد في سن كي جي 1 كي جي 2. طب ولو قعدنا نفكر هنقعد قد ايه فوق؟ ما نعرفش بقى. طب قد ايه؟ بصراحة واحد قال لنا هنقعد قد ايه، وقال لنا ايه اللي هيحصل بصراحة، وكتب كده. قال ايه؟ قال انا مش عارف، ما لم تروا عين ولم تسمع به. انا مش عارف اقرر، مش فاهم. موضوع صعب. يعني لما جه كتب لنا حتى يقول لنا ايه اللي فوق، قال لنا مش عارف اقول. هتقعد قد ايه؟ مش عارف، كتير بس مش عارف. طب دي حياة ابدية؟ حياة ابدية. وكنت دايما اقعد افكر اقول ما انا برضو بيجيلي خنقة زيكم، يعني كلنا بيجيلنا خنقة ونقعد مع بعض ونقعد نتكلم. طب احنا ايه اللي هيحصل لنا؟ طب انا هموت مثلا ازاي؟ يا رب انا نفسي اموت، بس موتة يعني زي الناس اللي بتبقى نايمة دي يا رب انا نفسي مش عارف ايه. بس لما جيت فكرت صح وقلت ما يحصل اللي يحصل، وايه يعني مش مشكلة، بس اهم حاجة فوق اكون مع المسيح. وبعدين قعدت افكر بقى انا لما بقى خلاص انا تعديت بقى الحتة بتاعت ايه تحت دي اللي هي مش فارقة معانا، زي لما السيد المسيح قال لنا كده اطلبوا ايه؟ اولا ملكوت الله، اولا ملكوت الله وبره هذه كلها تزاد لكم. اي حاجة بقى عايزها تجي لك او ما تجيلكش مش مشكلة. فلما قعدت افكر وقلت طب المتعة فين مع ربنا؟ لقيته ان هو مع ربنا. ومش المتعة يعني لو دخلت النار هروح فين؟ معرفش برضه. طب ايه اللي هيحصل؟ اني هكون بعيد عن ربنا. فهو لذة، هو حياة، هو جمال،
فلو انا بعدت عنه ضعت. ومعروفة كده يقول لك لو ما عشتش مع ربنا في الارض ما تعرفوش فوق. تخيلوا كده لما نيجي مثلا صورة زي أنبا نوفير كده او أنبا موسى الاسود او ماري مرقس كده، وايه احنا عارفينهم هم، ونطلع فوق في السماء هنعرفهم. تخيلوا كده لما بنبقى حافظين تسبيحة والحان، ونحن نؤمن اننا على الايمان المستقيم. احنا مسيحيين ارثوذكسيين على الايمان المستقيم. والدليل على كده برضو يعني بسرعة كده، لانه كان حد سألني في مرة وقال لي ايه اللي يثبت ان احنا على الايمان المستقيم؟ قولها لي اجابة واحدة، مش عايز كلام كتير. قلت له يعني انت عايز ايه ولا ايه؟ قال لي يعني احنا ولا البروتستانت؟ ما البروتستانت ناس حلوة وانت عشان الاسرار، يعني ايه اللي يثبت ان انت اسرارك صح؟ كانت الاجابة كلمة واحدة: انا عندي كنايس من القرون الاولى يتم فيها الاسرار من القرون الاولى. وكنايس البروتستانت دي من امتى؟ لان مفيش لسه من اي كلام، وانا من القرن الاول الميلادي. دي اسلم اجابه، يعني مش هنقعد نتكلم كتير ونرغي. فانا اؤمن اني على الايمان المستقيم، اؤمن اني مسيحي ارثوذكسي، واؤمن بالابديه، اؤمن بالافخارستيه وبجسد المسيح ودمه. فلما اعمل ده كله واكون فيه، اكيد هو الكلام اللي قاله مش يعني مش صعب. من يثبت فيا اثبت فيه. نرجع بقى لكلامنا تاني. ساعات بقول له كده صدقني يا رب مش عارف، عندي افكار كده زي ما قلت لكم، هيكون عندي عربيه وشقه والحال واقع خالص، هتضرب معايا ضربه كده زي العيال اللي هم الفود بلوجر والحاجات دي، ويتشهر ولا يحصل موقف كده فاطلع بقى وقب على وش الدنيا، ولا ايه؟ مش عارف هيحصل ده ولا لا. هيبقى عندي فلوس، هيبقى عندي عزوة، مش عارف. فلما جينا بصينا في الكتاب المقدس لقينا عارف. قال لك كده ايه في متى 6: لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض حيث يفسده السوس وحيث ينقب السارقون ويسرقون، بل اكنزوا لكم كنوزا في السماء حيث لا يفسد سوس ولا صدأ وحيث لا ينقب سارقون ويسرقون، لأنه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك. فرقة معايا؟ مش فرقة معايا. طب عايز اقول لك على حاجة تانية يا رب. انا صدقني مش عارف اتوب. انا بحبك بس صدقني مش عارف ولا اجيلك ولا اتوب ولا اكون معاك. مش عارف اوصل لك. الحياة ممرمطاني. خلي بالكم انتوا ولا متمرمطين ولا حاجة. يعني احنا بنكبر في المواضيع بتاعتنا وخصوصا البنات، ما تزعلوش مني. يقول لك عندنا ومش عندنا وفلانة ومش فلانة وحصل، ونبقى نأزم في نفسنا وفي حياتنا، والولاد يقعدوا يفكروا في موضوع الشقة وهنتجوز وبعد كده لما تلاقي نفسك الحياة خدتك مرة واحدة، تيجي تبص على نفسك تلاقي نفسك ايه امام الله. انت شايف نفسك كده ما تسواش ربع جنيه، بس انت تسوى. احنا عندنا مشكلة كمان بنقع فيها ان ساعات بنيأس، ولكن احنا يعني انا ابونا بغلط كتير جدا جدا وما يبقى ليش وش اخش الكنيسة، بس اقول لا، انا عندي رجاء في المسيح اني هخش هتبرر، هخش زي العشار، والعشار ده كان وحش، مش هخش زي الفريسي وهقرأ على صدري واقول له ايه انا زعلتك حقك عليا ما تزعلش مني، فهخرج مبررا. ما انت كتبت الكلام ده في الكتاب المقدس يا رب. ما انت كاتبه لنا ليه؟ ما هو انا بقول كده، بتكلم لما اطلع السما فوق هتكلم مع ربنا كده، يقول لي انت ما كنتش ازاي كنت ابونا وازاي كنت بتغلط وتخش الكنيسه. اقول له يا رب ما العشار كان وحش ودخل وقرأ على صدره
وخرج، لما خرج انت قلت ايه؟ ونزل ايه؟ مبررا. طب ما انا كده. وفعلا الواحد بيبقى مبسوط انه يخش ويقدم توبة ويخرج تاني يغلط، يخش يقدم توبة تاني ويطلع كويس ويغلط. ولما هيجي يقول لي انت كان عندك دم لما كنت بتخرج وتطلع وتتقدم توبة، هقول له اه يا رب، ما انت برضه قلت في الكتاب المقدس لا تشمتي بي عدواتي ان سقطت اقوم. الصديق يسقط مش 70 ولا 7 مليون مرة. انت قلت وانا مصدق في كلامك. فعشان كده ما حدش يقول لربنا صدقني مش عارف، احنا نعرف كل حاجة. لما اجي اقول له بقى مش عارف اتوب والدنيا واخداني والنت والفيسبوك والحياة وبأثر دايما في حقك ونفسي اوصل للحب العميق معاك، هلاقيه بيقول لي كده ايه في مزمور 37؟ من قبل الرب تثبت خطوات الإنسان وفي طريقه يصر، إذا سقط لا ينطرح لأن الرب مسند يده. يعني إيه؟ ماسك إيده. أنا بحاول أجيب لكم الآيات اللي إحنا مش عارفينها، لأنه في آيات كتير إحنا عارفينها. من قبل الرب تثبت خطوات الإنسان. لو واثق في ربنا خطواتي ماشيه تمام، بقع معلش الله يسامحك ويسامحك. وفي طريقه يصر، لما بتمشي في طريق ربنا ربنا بيكون مبسوط. اذا سقط لا ينطرح، ما هو سقط مش هخليه ينطرح، عنده اعتراف، عنده سر، هقومه مفيش مشكله، لان الرب مسند يده. فأحلى حاجة في الكلام ده كله لما نسمع الكلمة دي نقول له كلمة داود النبي: توبني يا رب فأتوب. يعني برضو هرجع وأقول لك أنت اللي عليك إنك تتوبني، بس لو على ربنا عليه إن هو يتوبني، ففي كلمة لازم أبقى متأكد منها، ألا وهي السيد المسيح قال كده: من يأتي إلي لا أخرجه خارج. يعني خلي عندك النية وروح واتعب وحاول. صدقوني صدقوني، كل واحد بيحاول يقوم الصبح أو بيحاول يعترف أو بيحاول يعمل حاجة، أو عندنا مشكلة مثلا خطية تعبانة، أو أنا ماشي في الشارع شفت منظر مش كويس، أو قدامي حاجة ممكن أخدها، أو الحاجات دي كلها، وعندي مشكلة كبيرة، لاجل الله اقول له كده مش هعمل عشان خاطرك، فيها بركه كبيره قوي. ما تستناش من نفسك انك تكون حلو في توبتك غير لما تتعب. اللي عايز يتوب يتعب، اللي عايز يعيش مع ربنا مش بالسهل، مش بالسهل وسهل. يعني هو مش سهل وسهل، مش سهل في ارادتي، لكن اول ما اتحرر من ارادتي هلاقي العيشة مع ربنا سهلة جدا، لأنه قال كده: احملوا نيري ايه؟ خفيف. نيري ده خفيف. فلو أنا مش عارف أتوب هقول له الكلمة دي: توبني يا رب فأتوب. انت كمان قلت: هلما نتحاجج يقول الرب. في ناس شاطرة ما بتعرفش تصلي، بس يقول لك ايه؟ ما بعرفش أصلي في بيتي، بس لما باجي احضر الاجتماع بيقولوا صلاة النوم او صلاة الغروب. مصلحة. شاطر، خليك، انا عايزك تبقى ذكي، يعني تبقى شاطر. واقع في بيتك، واقع في حاجة كده، كملها. طب هروح بقى اصلي مثلا صلاة الغروب في الكنيسة؟ لا، ظابط نفسي بصلي وانا كده، لكن في حاجة هتشجعني. خليك عارف انك لما يعني تتشجع في ده وتبقى شاطر في ده، ربنا هيديك النعمة ان انت تعرف تصلي في بيتك. في ناس شاطرة ما بتعرفش تصلي، بس تيجي في القداس وتقول لك: بص، اي كلمة هيقولها ابونا اصلي بيه، واهدنا يا رب الى ملكوتك. اتكلم بقى. انا بقول لك او بقول لك: لو عايزين تسرحوا في القداس اسرحوا في كلام ابونا. يعني لو حد مثلا يقول: بمسرتك يا الله املأ قلوبنا، يا رب خلاص بقى انا هبتدي بقى ايه، خدت طريق انا دلوقتي في الصلاة ونسيت القداس، يا رب يا
بمسرتك املأ قلوبنا. قلبي محتاج فرح، بس هو فرحان بيك وفرحان ان انت موجود في قلبي، وفرحان بكل حاجة بتعملها، بس محتاج احس بده. يعني في حاجة بنقعد نتكلم، نسيت ابونا بقى ونسيت ماشي شاطر، اصل ده بيفتح مجال لكلام كتير بتعرف تتكلم فيه بعد كده. ففي ناس شاطرة ما بتعرفش بس بتعرف، وفي ناس شاطرة بتعرف تعرف تصلي في بيتها، ليها قانون. بس هقول لكم على حاجة، الشطار دول ما كانوش شطار، او كانوا الشطار اللي ما كانوش بيعرفوا وكانوا بيروحوا الكنيسة وكانوا بيحاولوا وبيجاهدوا، ولما جاهدوا وتعبوا خدوا بركة فعرفوا ايه يكونوا في بيوتهم كويسين. للأمانة أنا لسه لغاية دلوقتي هنا، لسه ما وصلتش لده، لكن بحاول. قلت له صدقني مش عارف، فقال لي طب خلاص انت بقيت ابونا، حاول وانا خليك تبقى عارف. واثق في ده تمام. كمان ساعات بقول له عارف يا رب نفسي كده ابص عليك، نفسي قلبي يكون متعلق بيك. مشكلتنا في حاجة حبايبي، انه شايفين انه الشبع اللي احنا بناخده من العالم هو اللي يكفينا. تعالوا بقى، دي اخر حتة كده انا مش بندور على الشبع في العالم، وبصراحة المسيح الوحيد اللي فيه الشبع الكامل. يعني لو جينا بصينا كده، العالم في شبعه ما بيديش غير شبع واحد بس، شبع جسدي، فلوس، لبس، اكل، ترفيه، مفيش حاجة جديدة. لو حد عنده شبع تاني يقول لي، يرفع ايده ويقول لي. لو حد عنده شبع من العالم غير الشبع الجسدي يرفع ايده ويقول لي في شبع تاني. مش هتلاقي. اقعد فكر كده، كلها تحت شبع جسدي. عربية، فلوس، مش عارف ايه، اكل، فيلا، اي حاجة بقى نقعد بقى نتكلم فيها. جمال، وسامة، اي كلام. شبع جسد. تعال بقى نشوف السيد المسيح كده له المجد ايه هو شبعه. 3، يشبع الجسد، لانه الشبع اللي جاي من العالم للجسد هو من قبله، منه هو. يشبع الجسد. بيشبع النفس، يشبع انفسنا بتعليمه. الكتاب المقدس شبع روحي، يشبع النفس بالتعليم. كل ما بنقرأ في الكتاب المقدس وكل ما بنتعمق فيه أنفسنا تشبع. يبقى في شبع نفسي وشبع روحي، يعطينا طعام الحياة ويعطينا مكان الحياة، ونحن نكون مع كائن الحياة كلها. يبقى حياتنا هتكون في نعيم. تاني، الشبع اللي بيديهولنا العالم شبع جسدي بحت، ومش هو اللي مديهولنا. المسيح مدينا 3 شبع. جسدي اللي هو اداهولنا العالم بأمر منه، شبع نفسي بتعليمه المقدسة التي تنير عقولنا. ربنا كده بيدينا. اللي بيقرأ في الكتاب المقدس يا حبايبي بيلاقي كمية كلام تعزي قلبه، ممكن لو قرأ سطر يفضل طول اليوم. بس ده اللي نفسه يعيش مع ربنا. مش بنقرأ كده كما لقوم عاد. والمسيح بيدينا شبع روحي، شبع في طعام الحياة. ما هو ده مش أكل احنا بناخده. عشان كده أنا كنت زعلان من اللي قاعد. لا، احنا أمام جسد المسيح ودمه فعلا. احنا امام ما تشتهي الملائكة ان تراه، نحن نراه ونأخذه بداخلنا. تخيل كده لما يبقى الملائكة. انا دايما بقعد برضو، اصل انا بحب اسرح كتير، فاقعد افكر في الملاك يقعد يبص لي كده. يعني انت تاخد جسد المسيح ودمه وانا مش عارف ابص له ليه؟ يعني انت المسيح بحاله ينزل عشان يفديك وانت عمال تغلط ويقول لك انا مسامحك، وانا اللي ما غلطتش مش عارف اشوفه.
يعني انت يعني انت يعني انت وانا يقعد بقى. معرفش هي الحكمة في ايه، انا معرفهاش، لكن اللي شاطر يعمل ايه؟ احب اعرفها، اللي هو ايه؟ انا كده مبسوط بقى، مش انا اللي مستفيد، ما هو الملاك زعلان مني ان انا ايه اللي مستفيد، خلاص انا اللي في كده انا تمام، انا مبسوط، باخد طعام روحي، ليا مكان الحياة مع الذي اعطانا الحياة. ودي احلى حاجة في حياتنا، ان احنا عايشين عيشة زي الفل، عايشين عيشة السماء. عندنا مشاكل بتعدي، عندنا امراض تودينا الفردوس، عندنا ضيقات هتعدي حتى لو ما عدتش، عندنا مكان في السماء، عندنا المسيح، عندنا القديسين، عندنا الرسل، عندنا كله هنقعد معاهم، هنفرح. ابونا انت بتقول كلام وخلاص، الموضوع مش خلاص اقرا كتاب مقدس متتابع. ما انت لو مش واثق فيا اثق في الكتاب المقدس، لو مش واثق في الكتاب المقدس عيد التفكير مع نفسك، عشان احنا ساعات كده برضو دنيتنا كده بتشت. واخيرا احب اقول لكم كده في رسالة فيليبي يقول كده ايه؟ لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر. شكر، بشكرك على ان انا كذا وكذا 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 وكذا، لتعلم طلباتكم لدى الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وافكاركم في المسيح يسوع. ما تخافوش، اوعوا تقولوا لربنا صدقني احنا مش عارفين، لا احنا عارفين كل حاجه. في سفر الامثال، ودي مهمه جدا لينا عشان ما نشغلش دماغنا قوي، يقول لك كده توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد، في كل طرقك اعرفه وهو يقوم سبلك. عشان كده احنا محتاجين نرتب امورنا في حياتنا. 3 حاجات محتاجين نرتب فيها امورنا: مع الله، مع انفسنا، مع الناس. 3. مع الله محتاجين نرتب نفسنا في رضاه، في مخافته، في الحياة معاه، محتاجينها قوي. مع نفسنا محتاجين نترأف بنفسنا ونحزم على أنفسنا، يعني نبقى ماسكين نفسنا. نترأف على أنفسنا يعني نهدي على نفسنا كده في الأمور اللي بتشغلنا، الدنيا اللي واخدانا، اهدى شوية، ما تفكرش كتير، وخليك حازم مع نفسك زي ما قال القديس بولس الرسول: أقمع جسدي وأستعبده. لو في صلاة صلي، لو في قداس أقف واتعب، لو في حياة حلوة مع ربنا مش مشكلة، اللي جاي كله هيبقى أحلى وأحلى وأحلى، المهم إن أنا أعيش مع ربنا. محتاجين نرتب أمورنا مع الناس، البنات والولاد اللي هيعليني ويطلعني السما ألزق فيه، واللي هينزلني تحت أنا أهم. تاني، اللي هيعليني ويطلعني السما واحد ما بيلبسش شماس، وجي واحد قال له يا عم تعالى البس، ما جيش اقول له يا عم معلش اصل ساعات احنا كشباب بنشوفها ايه، روشانه يعني ودروايه يا باشا، انا تقعد بقى كده ايه؟ لا، في حاجات امور ما ينفعش فيها الهزار. حد قال لك تعالى ايه البس شماس؟ يا اخي يا ريت وتلزق فيه. حد قال لك تعالى طلعك السما، الزق فيه. بنات مش هتكلم كتير، تمام؟ اللي يعليني اطلع معاه، اللي هينزلني معرفوش، تمام؟ فارجع اقول بقى انه النهارده اليوم ما كانش اسمه صدقني مش عارف، انا اسف بقى، فابقى غير بقى الكلمه دي، اسمه كده بدوني لا تقدرون ان تفعلوا شيء.
وممكن كمان نقول زي الآية بتاعت النهاردة: ونحن لا نعلم ماذا نفعل ولكن ايه نحوك أعين. معرفش بس واثق. وبدوني يعني أي توبني يا رب فأتوب، بدونك مش هتوب. بدوني لا تعرفون أن تعملوا شيء أو لا تقدرون أن تفعلوا شيء. فأي حاجة نعرف نعملها احنا واثقين فيك يا رب. جت أمين، ما جتش أمين 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 أمين. عارفين الآية اللي بتقول كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله؟ كان الناس فاكرة ان هي ايه كل الأشياء تعمل معا للخير، يعني للي بيحبوا ربنا. ده اللي بيحب ربنا هو اللي عارف ان الأشياء تعمل معا للخير. العكس، فاهمين قصدي؟ يعني انا شفت مثلا المنجليه دي وقعت ورحت مكسوره، فانا افكر اقول اصل هي كنت ممكن اسند عليها دلوقتي كان زمانها اتكسرت، فكنت وقعت انا كمان اتخبطت. مش ازعل، مش هقعد اقول لا ده هنجيبها ازاي، ده الاسعار غليت ده. فاهمين قصدي؟ فكره انه اي حاجه بتحصل هي للخير. حد توفى للخير، حد اتولد للخير، حد تعب للخير، حد بص انا بجيب لكم الحاجات اللي هي السواد. يعني ما هو احنا عايشين في الحياة برضو، بس كله للخير. صدقوني هي كلمة المسيح واحدة: بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيء. ربنا يديني ويديكم ان احنا نعرف حتى يعني نكون مع المسيح في حياتنا، هو مفيش غيره. ويديني ويديكم ان احنا نعيش عيشة السماء على الارض. ربنا يفرحكم.